القصة ديالنا اليوم على واحد الجبل كيقولوا باللي مسكون في أحد مناطق مدينة جازان بالسعودية، وتقالت أخبار وأقاويل كثيرة باللي اللي طلع القمة ديال هاد الجبل هذا يا غيولي شاعر يا غيولي مجنون. ولكن وخا هادشي كامل اللي كيتقال عليه، بزاف ديال الشباب كيبغيو يطلعوا يكتشفوا هاد الجبل هذا ويخوضوا هاد المغامرة. القصة ديالنا اليوم على 4 ديال الشباب من هاد النوع طلعوا باش يكتشفوا هاد الجبل هذا، وغيمروا بأمور اللي كتخلع ومرعبة بزاف. بقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا الأحداث المرعبة والمشوقة ديال هاد القصة. 4 شباب سعوديين اتفقوا باش يجلسوا واحد الجلسة في البر، ضاحكين ناشطين يدوزوا الوقت، يديو يجيبوا في الهضرة، وهما كيهضروا داهم الكلام القصص الرعب والجن والاشباح، وبدا كل واحد فيهم كيعاود شي قصة وقعت ليه مع هذا العالم ديال الجن والعفاريت. حتى نقز واحد منهم سميتو تركي وجبد لهم القصة ديال الجبل المسكون، وقال لهم شوفوا انا غادي نطلع لهاد الجبل، شكون اللي يقدر يطلع معاه؟ جاوبوا فهد واحد منهم وقال لهم شوف الكل اللي باغي يطلع يشوف الجن الخواف فينا. تركي تعصب من الهضره ديال فهد وقال لهم راه ما كنضحكش، شكون اللي باغي يطلع معايا؟ هنا الدراري شافوا في عينين تركي باللي فعلا راه كيقول الهضره ديال المعقول وفعلا باغي يطلع. بقاو كيحضروا فيه وكيقولوا ليه راه هادشي راه خطر عندنا كاملين، واش ما سمعتيش القصص على هاد الجبل هذا؟ هنا تركي جاوبهم وقال لهم شوفوا راه التجربه راه غتكون واعره بزاف، راه مغامره راه ما غاديش تعاود، ها يلا زعموا يلا معاه. من بعد تركي يقنع الدراري باش يتحركوا معاه، ومشاو هزوا الطوموبيله وتحركوا لجهه الجبل. مع وصلوا لحدا الجبل تحرك واحد البرد اللي قاصح بزاف رغم انهم كانوا في فصل الصيف. هنا نقز واحد منهم اللي سميتو زايد وقال لهم الدراري ما لاحظتوش بلي حنا من الصباح حنا كنهضروا على قصص الرعب، ودابا حنا وقفنا بالطوموبيل وقفنا حدا الجبل، البرد قاصح بزاف والظلام كتير ما تخلعتوش. جاوبو تركي وهو راه مخلوع وعام ضرك ديك الخلعه ديالو، قال ليه شوف حنا راه الخوف راه ما كنعرفوش، ما كنامنش بيه انا. تركي كمل طريقه مع الدراري وهو يتعكل بواحد الحجره طاح الارض، وديك الحجره اصلا ما كانش في ديك البلاصه وما شافهاش. رجعوا عنده صحابو كيجريو هزوه ساسوا عليه التراب وقالوا ليه واش تا صاحبي ما كتشوفش، واش تا دري صغير؟ قال لهم شوفوا راه والله ما كانت شي حجره تما، راه الطريق كامل وانا جاي حاضر راه ما بانت لي حتى شي حجره، راه تا خرجات. كملوا الدراري الطريق ديالهم للقمه ديال الجبل وهما غاديين طالعين كيضحكوا ناشطين فرحانين بحال ما واقع والو، بحال دايرين شي رحله للتسلق وماشي في جبل مسكون. وهما طالعين ومع قربوا للقمه ديال الجبل صالح الدري الثالث اللي معاهم وهو طالع حس بحال شي واحد شد ليه من رجلو واحد الشده اللي قاصحه بزاف، ومنين طلق حس بديك البلاصه بحال كانت شاده فيها شي جمره. صالح غادي يغوت واحد الغوته اللي غتزعزع الجبل كامل. الدراري صحابو معاه غيسمعوه غيجيو كيجريو عنده غيلقاو مسرح في الارض وكيغوت وشاد في رجلو ورجلو حمراء بزاف. هنا صالح غادي يعاود للدراري شنو وقع عليه، ولكن حتى واحد ما غادي يتيق. غيقولوا ليه شوف راه وقيلا ضربتي مع شي صخره، راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي اللي كتقول. وباش يخبيو على الخلعه ديالهم ما يقولوا شوف اللي غادي يوصل للجبل هو الاول هو الراجل، ويتم غاديين كيجري وهما كيجريو كل واحد فيهم غادي يبدا يسمع شي واحد كيعيط ليه بسميتو. الدراري في الاول صحاب ليهم باللي شي واحد فيهم باغي يخلعهم وكيدير هاد البساله هاد. هنا محمد غادي يهضر وغادي يقول لهم الدراري شوفوا بلا ما تقولوا هذا راه مسطي ولا شي حاجه، فكر والله حتى سمعت شي واحد عيط ليا بسميتي. هنا الدراري حتى هما غيجاوبوه غياكدوا ليه بلي حتى هما سمعوا سمياتو. ومع سالا الهضره ديالو غادا تشعل واحد العافيه فرقه في الجبل، ما كانش شي عافيه اللي كبيره بزاف ولكن شعلات وبالزربه طفات. رغم ان ديك العافيه ما كانتش خطيره بزاف ولكن الدراري تخلعوا ديال بصح ديك العافيه ما عارفوش كيفاش تشعلات. هنا الدراري غاديين يقولوا كاملين في دقه واحده شوف واقيلا الجبل هذا راه مسكون يلا رجعوا في حالنا. ولكن مع غيبغيو يرجعوا غادي يسمعوا واحد الصوت اللي غادي يهز لهم قلوبهم كاملين وغيقول لهم علاش جيتو لداري؟ علاش جيتو عند قبيلتي؟ واش ما عرفتوش بلي اي واحد كيدخل لهاد الجبل هذا راه ما كيرجعش؟ هنا تركي غادي يتصلب وغيولي بحال شي صنم وغادي يحس بحال شي واحد شاد ليه الجسم ديالو كامل وما مخليش يتحرك. اما فهد بقوه الصدمه غيب. اما صالح جلس على ركابيه كيطلب في الجن وكيعتذر حيت دخلوا ليه المنطقه ديالو وتعداو عليه. اما محمد بقى كيبكي. هنا الجن غادي يهضر وغادي يقول لهم بلا ما تطلبوني بلا ما تبكيو، بغيتو تمشيو كاينه طريقه واحده وهي غتقاتلوا من بعضياتكم واللي غيبقى حي هو اللي غادي يخرج. هنا الدراري طاحت عليهم هاد الهضره بحال شي صاعقه. كيفاش الدراري صحاب غيقتلوا بعضياتهم باش يتعتق فيهم واحد، وهذاك اللي غيتعتق شنو غادي يقول لوالديهم وهو عارف باللي هو اللي قتله؟ هنا العافيه غدور بهم كاملين وغتكون بمثابة إشارة الانطلاقة باش يبداو يتقاتلوا. هنا الجني غادي يغبر والدراري غيشوفوا في بعضياتهم وهما مخلوعين وكيقولوا كي غنديروا نهرب؟ هربنا غتقدر تحرقنا العافيه وتا لا تعتقنا كاع من العافيه ما عرفناش هاد الجن هذا شنو غيقدر يدير لينا. الدراري تحطوا في واحد الموقف لا يحسدون عليه، موقف اللي صعيب بزاف. تخيل معايا خاصك تقتل صاحبك باش انت تعتق.
وهما وسط الخلعه ديالهم وسط ديك الدهشه ديالهم، محمد غادي يتفكر باللي قد ما وصلت القوه ديال الجني راه كاين الله اللي قوى منه بزاف. بدا كيحاول يرجع القوه ديالو، بدا كيقرا بشويه معوذتين وآية الكرسي، وبدا كيردد الدعاء وكيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حيت فكر باللي هذا الدعاء هو اللي كان كيقولوا سيدنا يونس ملي كان في البطن ديال الحوت. هنا الدراري صحابو سمعوه كيقرا وتا هما بداو كيقراو بالجد، وما حدهم كيقراو في القرآن وكيقولوا الأذكار ديك العافية كدا تهبط. هنا الجن عاود خرج ليهم في واحد السيفه اللي خايبه بزاف وعينيه حمرين ومعصب، ولكن كل ما كيبغي يقرب ليهم كل ما شي حاجه كتحبس. كملوا في القرايه ديال القران والاذكار، هنا الجن بدا الحجم ديالو كينقص حتى غبر بمره. قبل ما يغبر بشويه غوت واحد الغوته اللي زعزعت الجبل، ولكن ديك الغوته اللي غوت باينه فيها ماشي غوته ديال القوه ولكن غوته ديال الضعف. هنا الدراري طاحوا الارض سخفانين وما متيقينش باللي راهم تعتقوا من هذا الجبل ومن هذا الجني. ارتاحوا واحد شويه وما يهبطوا من الجبل، ركبوا في الطوموبيل وشدوا الطريق لديور. اول دار غيتوجهوا ليها هي الدار ديال تركي. مع غيدقوا الباب ديال الدار غادي يحل لهم باه وكتبان فيه علامات ديال الدهشه وديال الخلعه، وما متيقش باللي راه كيشوف ولده وصحابه قدام. هنا الدراري استغربوا من النظرات ديال والد تركي وقالوا لي ياك لاباس شنو كاين، ولكن الصدمه الكبيره هي اللي غادي يسمع. قال لهم باللي الاخبار ديالهم تقطعات اكثر من 3 شهور هادي، وقال لهم باللي راه العائله ديالهم وصحابهم كل شي بقى كيقلب عليهم حتى عرفوا من واحد الدري كان غادي يمشي معاهم باللي راه مشاو للجبل المسكون، وقال لهم راه واقيلا ماتوا راه بلا ما تقلبوا عليه. هنايا الدراري تخلطت عليهم مشاعر ديال الفرحه وديال الصدمه، وقرروا باللي عمرهم يمشيو لشي حاجه عندها علاقه لا مع الجن ولا مع العفاريت. القصه ديالنا سالات. الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ديروا لايك وديروا اشتراك وفعلوا الجرس. السلام عليكم.